السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون الصحة شباب؟ اليوم فيديونا مختلف. اليوم فيديونا راح نقرأ قصة سجاد الأمل. شباب خلي لايك واشتراك ويلا القصة. في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 2016 كانت هناك سيدة روحانية تدعم علي، فقدت زوجها وابنها الأكبر في تفجير بشع، وجدت نفسها مسؤولة عن عائلة 3 أطفال. بدأ بالاستسلام، تذكرت علي حرفة كانت تتقنها في صغرها، صناعة السجاد اليدوي، جمعت ما تبقى من المدخرات واشترت خيوطا مستعملة، وبدأت تعمل في غرفة صغيرة بمنزلها المتواضع. الأيام الأولى كانت قاسية، كانت تعمل 14 ساعة يوميا، أصابعها تتشقق من شدة العمل وأطفالها يجوعون، لكنها لم تستسلم. كانت تقول لهم الصبر مفتاح الفرج. ذات يوم بينما كانت تبيع سجادة في السوق المحلي، شاهدها شاب عراقي من المغتربين، أعجب باتقان العمل وألوانه المميزة. سألها عن قصتها في حدث عن مهناتها وحلمها في رعاية أطفالها وتعليمهم. قام الشاب بتصوير سجادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكر قصتها المؤثرة. خلال أسابيع انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، بدأت الطلبات تتوارد من العراقيين في الخارج ثم من محبي الفنون اليدوية حول العالم. لم تكتفي علي بالنجاح الشخصي، بل جمعت 5 نساء من أرامل الحرب واستسلم ورشة صغيرة سجاد الأمل علمتها الحرف، وأصبح ينتجن تحفة فنية تباع في دول الخليج وأوروبا. اليوم علي لم تعد فقط أم لأطفالها ال3، بل أصبحت أم لعشرات الأسر التي توفر لها هذه الورشة، مصدر رزق كريم. وهي تردد دائما العراق لا ينكسر، لأن النساء يصنعن من الخيوط الرقيقة سجادة قوية يربطنها بهذا العمل. أصدقائي، لماذا القصة مناسبة لكم؟ إنها واقعية وتعكس تحديات حقيقية عاشها العراقيون، وتظهر انتصار الإرادة على الظروف، وصناعة السجد تقدم مشاهد جميلة ومريحة تلامس مشاعر فقدان الأمل. العبرة الأساسية من القصة: الهزيمة تبدأ من الداخل. علي رفضت أن تستسلم رغم كل الخسارات. المهارة القديمة قد تكون كنز المستقبل. حرفة الطفولة انقذت عائلتها. الصبر يصنع المعجزات. 14 ساعة عمل يوميا لم تثنيها. شباب خلونا لايك واشتراك، وانتظر القصة الجاية ووصل حساب 6000، وباي باي.